أهلا بكم في أولى نشرات أخبار الذكاء الاصطناعي بتقنية AI. شارك طلاب ثانوية سيون النموذجية ومدارس سالم بن محفوظ بالهجرين في حضرموت والنورس بعدن بإشراف أكاديمية الموهوبين في سيون في أولمبياد الذكاء الاصطناعي العربي الثالث الذي أقيم بالأردن في تخصصات الخوارزميات والبرمجة والرؤية الحاسوبية والأمن السيبراني. دشنت مؤسسة الصحافة الإنسانية بالتعاون مع مجموعة OSH لصناعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المرحلة الأولى من الورش التدريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية للمحاضرة الدولي شحاتة السيد التي تشمل جامعات عدن وتعز وحضرموت. تقيم كلية الهندسة وتقنية المعلومات بجامعة الريان بالمكلا ندوة عن الذكاء الاصطناعي تتضمن 3 محاور: استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث العلمي وفي البرمجة، والاعتبارات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي. عالميا أعلنت شركة مايكروسوفت أن مساعدها الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي كوبايلوت أصبح يدعم العديد من اللغات الجديدة ومن بينها اللغة العربية. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة. دمتم بخير.